اليوم سوف نتحدث عن كلمة باللهجة العراقية وهي يجفص بالحكي، كلمة معروفة جدا في اللهجة العراقية. كلمة يجفص في اللهجة العراقية تعبر عن تجاوز حدود الكلام والخروج عن الأدب أثناء الحديث اليومي بين الناس. تستخدم هذه الكلمة لوصف شخص يتكلم بلا تفكير فيقول عبارات جارحة أو غير مناسبة أمام الآخرين في المجلس. يقال لا يجفص بالحكي عندما يراد تنبيه المتحدث إلى ضرورة احترام الكلام والالتزام بالذوق العام في كل موقف. ترتبط الكلمة غالباً بالمواقف الاجتماعية التي يظهر فيها التهور اللفظي أو قلة التقدير لمشاعر الحاضرين دون قصد. أحياناً قد يقع الشخص في يجفص بالحكي بسبب الغضب السريع أو الرغبة في المزاح بطريقة غير محسوبة أمام الجميع. ينصح الكبار الشباب بتجنب يشفص في الكلام لأن الكلمة الجارحة قد تفسد علاقات طويلة بين الأصدقاء دون حاجة. في البيئة العائلية يعد يشفص بالحشي تصرفاً مرفوضاً يدل على قلة احترام وتربية غير مكتملة عند الناس جميعاً. أحياناً يستخدم التعبير على سبيل المزاح الخفيف دون نية الإساءة، لكن يبقى المعنى مرتبطاً بتجاوز الحدود في الحديث. يرى بعض الباحثين أن أصل الكلمة من تطور عامي يشير إلى الضعف أو التصرف غير المسؤول في الكلام، كما يربطها آخرون بسلوك اجتماعي يعبر عن التهور وقلة الانتباه لنتائج الكلمات على الآخرين في مختلف المواقع اليومية. عندما يشفص المتحدث قد يندم لاحقا لأن إصلاح أثر الكلام أصعب من تجنب الخطأ منذ البداية فعلا دائما. تعلم اختيار الكلمات بعناية يعد وسيلة مهمة للابتعاد عن يشفص والحفاظ على الاحترام المتبادل بين الناس في المجتمع. تظهر خطورة يشفص بالحكي في أماكن العمل حيث تؤثر العبارات غير اللائقة على السمعة المهنية بشكل مباشر أحيانا. لذلك يفضل التفكير قبل الكلام ومراجعة العبارات حتى لا يتحول الحديث العادي إلى إساءة مفهومة عند الآخرين سريعا. في التراث الشعبي العراقي تحضر نصائح كثيرة تدعو لحفظ اللسان وتجنب الزلات المؤذية للناس في كل زمان ومكان. يعكس استخدام الكلمة وعي المجتمع بأهمية الأخلاق اللفظية ودور الكلام في بناء العلاقات الإنسانية بين الأفراد بشكل دائم. قد يسمع الطفل هذه الكلمة كتوجيه تربوي ليعرف حدود المزاح والكلام المقبول مع الآخرين في حياته اليومية لاحقا. اللغة العامية تحمل تعبيرات قوية مثل يشفص تختصر معاني طويلة بكلمة واحدة مفهومة للجميع دون شرح إضافي غالبا. فهم هذه المفردات يساعد على التواصل الصحيح وتجنب سوء الفهم في المواقف الاجتماعية المختلفة بين الناس يوميا تقريبا. وهكذا تبقى كلمة يشفص تذكيرا بأهمية تهذيب اللسان واحترام الآخرين في كل حديث نقوله مهما كان بسيطا جدا.